ازاي تعملي ديكوباج على صينية خشب من غير تأسيس بأبسط الخطوات ودمج بسيط والفينش كمان نضيف. لو عايزة تعرفي كل الحاجات دي تابعي سلسلة الفيديوهات، هما 3، اتأكدوا ان تشوفوهم كلهم. بس فعلا اللون توطيته حلوه وزي ما قلت لكم مفيهوش حاجات مكلكعه، ودي اكتر حاجه عجباني فيه، وسعره بصراحه يعتبر حلو قوي. فان شاء الله بالتوفيق كده. وطبعا تجديد الاساس بقى الشوك بينت ده بيكون الطف حاجه بنستخدمه في تجديد الاساس، لانه بيكون لانه يمسك فيه الدهان، يعني دي قابليه عاليه لانه يمسك في الدهان القديم. وغير ان هو برضو بيدي ملمس شوكي كده وقديم شويه وبيبقى حلو. بس كده المفروض خلصتها. هسيبها تنشف بقى وهديها الطبقه التانية، وبعد كده اشيل التاني. طيب هنا خلاص اول طبقه نشفت، هروح بقى صنفره برضو زي ما اتفقنا، خصوصا الاطراف دي. ما ننساش بقى واحنا شغالين نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، نذكر ربنا، ولو متاح ان احنا نسمع حاجه برضو قران او درس او اي حاجه تفيدنا، هيبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر. وكمان ان احنا ناخد نوايا واحنا شغالين، ان احنا ان من بتكلم من عمل يده مغفور له، ان كمان ما نضيعش وقتنا في حاجه مش مفيده، احنا بنعمل حاجه مفيده تفرغ طاقتنا وتبسطنا، ونعمل هدايا ونوفر بيها، نحافظ بيها على فلوسنا برضه، بدل ما نروح نصرفها في حاجه ثانيه، لبس ولا اكل ولا حاجه ملهاش معنى. كده يبقى احنا حافظنا على فلوسنا، حافظنا على وقتنا، حافظنا على صحتنا كمان، لان احنا لو قاعدين فاضيين غالبا هنقعد ناكل، يعني ده الطبيعي. فلا كده احنا حافظنا على صحتنا وما اكلناش. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا خسيت من بعد ما ابتديت خصوصا اعمل فيديوهات وكده، عشان بتاخد وقت في التصوير ووقت في المونتاج ووقت في كل حاجه تقريبا. فخسيت خالص ما بلحقش اكل. يعني انا دوبك اخلص بسرعه قبل ما الولاد يجوا من المدرسه ومن الحضانه والحق اقفل حاجتي واول ما بيجوا بقى ما بعرفش اكل ولا اعمل حاجه، فاكلهم هم. فيا دوبك لو اخدت مثلا كوبايه القهوه بتاعتي يبقى حلو قوي. وانصح اي حد عايز يخس انه يشتغل ديكوباج او يشتغل يعني عامه اي حاجه بايديه بتلهي الواحد عن انه يبقى حاسس انه فاضي، فيبقى عايز ياكل يجوع يعني. هشيل بقى التيب دلوقتي. خلي بالي برضه عشان هو بيكون طري مبلول كده، فلو وقع برضه على الصينيه يرجع يعمل لي فيها لون. الحتت بقى اللي بالغلط اللي فيها اللون عادي هاجي عليها برضه بعد كده في الاخر بدرجه اللون الجديده يعني. هحط الورقه بس هنا الحته دي مش نظيفه. هنجيب الورنيش، اجيب ورنيش ولازم تكون معايا فرشه نظيفه خالص. انا عاملاها لي ورنيش خلاص. اتاكد ان مفيش حتت بارزه لان هتظهر في الورقه من تحت. برضو مهمه قوي، مهمه جدا الاركان في البوكل، لازم يكون فيه العزل بتاعي كويس قوي 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 قوي، علشان الورقه ما تجيش من الطرف وتفك. هيبقى معايا بقى الكيس النايلون اللي عايزه اجيب ورقه كويس. اول حاجه بحط الورقه على الكيس، خلي ظهرها تحت، خلي وشها سوري ولا تحت. دي على الورقه من لون من ورا.
حته المفروض ان الحته تتقص هنا زياده، نسيت اقصها اللي تحت دي. عشان التمدي بقى يبان كويس نقطع مش نقص. انا هرشها بقى بالميه دلوقتي. انا في العادي بصراحه مش بحب ان انا اعمل دمج، بس حبيت اعمله معاكم المره دي. بياخد وقت، بيبقى عايز يعني انت لازم تجيبي الدرجه بالظبط بتاعت الخلفيه، ونعمل بقى ستنسل يغطي الاطراف بتاعت الورقه عشان هتكون باينه. حاسه ان الورنيش مش كافي وان الورقه كده اكبر منه شويه، فعايزه اكمل شويه في نحاول نخلي دايما السطح بتاعنا نضيف عشان ما يحصلش الحاجات زي دي كده. انا حاطه والله جنبي وايبس دايما بنضف، بس بقى قدر الله مش قطع. طبعا الكيس مش مظبوط، عايزه اخليه معدول. بس متأكد برضو ان الكيس يكون نضيف خالص، مش عليه اي لون. ومن الكارت بالكارت من النص لبره، او بمنديل علشان الكارت ممكن يكون ناشف شويه يقطع الورقه، خصوصا لو هي متخففه زي دي. لكن لو مش متخففه عادي برضو كده كده ايدي تكون خفيفه خالص. لسه في تقاطيع، انا بحرك الصينيه في الضوء فبعرف ابص على التقاطيع كويس، اي باطل اعرف الاقيه. ماشي كده بالراحه، بعكسها كده في الضوء برضه، اتاكد ان مفيش اي بابل خالص. هو الديكوباج يبان انه يعني سهل جامد، ان هو محتاج برضه خفية ايد وحرفية. طيب هينشف بقى وبعدين نبتدي نعمل دمج بقى. اللي هو مبلول كده عملنا له دمج، الورقة ممكن تتقطع معاه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش دعوة حلوة ولايك وسبسكرايب. مع السلامة.